ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم على حي الاندلس وهرد على اسئلتكم اللي جات لي كلها على حي الاندلس. هنتكلم بس على الاسكان الاجتماعي بتاع حي الاندلس. الاول حطوا لايك، اشتركوا في قناتي يوميات اسره مصريه، فعلوا الجرس، وعايزه كومنت حلو كده يا حلوين. مش هنكبر الا بيكم ان شاء الله بدعمكم ليا. دوت اول حي الاندلس. عايزين تشتروا شقة موجود عندنا في بدل المكتب 2، وثقة جدا جدا، والورق يعني بيبقى ما شاء الله، يعني عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في المكتبين الاتنين. عايزين تبيعوا شقتكم مفيش اي مشكلة، الرقم في لمحة فوق. عايزين تشتروا قطعة ارض، عاوزين تشتروا بيت، مفيش عندنا اي مشكلة، عندنا كل حاجة موجودة. بس اهم حاجة عايزة اقول نقطة مهمة جدا عشان الناس اللي بتتصل. بصوا، اللي يحدد معانا الفلوس اللي معاكم، مش تيجوا معاكم 150,000 وعايزين تشتروا اي شقة. مفيش اي شقة ب150,000 جنيه. الاقل حاجه اللي هي 70 متر اللي ورا اسكان احمد، اللي ورا اسكان عثمان، بتبدا من 200,000 ومباني قديمه جدا جدا. فهقول لكم على اسعار حي الاندلس دلوقتي. الاسعار عامله ايه؟ الناس اللي سالوني السيرفيس اشتغل هناك ولا لا. اشتغل. الفيديو ده بعد 7 شهور من الفيديو او 6 شهور من الفيديو القديم ده. السوق اشتغل اهوت. ده اول حي الاندلس. روحوا اسمعوا الفيديو القديم كده، تلاقوا الدنيا هنا كانت فاضيه جدا، يعني مش كانت جدا جدا، هو كانت بصوا، يعني حوالي اشتغل 30% في الحي ده. دلوقتي الحي ده 95% من اللي اول اعلان اتسلم فيه. شايفين السوق شغال كل يوم كل يوم. اللي فات دوت اللي اسمه ايه، السنتر بتاع الخدمات بتاعه الحي اشتغلت. ناس سالوني طب السنتر ده احنا بنحب عايزين نأجر منه محلات، نأجر ازاي؟ انا ما اعرفش، بس ده في الجهاز. سنتر، عشان ما حدش يضحك عليكم، سنتر اي مجاوره ده بيبقى تبع الجهاز. مش عارفه ايه هو، بيبقى فيه تمليك، بيبقى فيه محلات تمليك، وبيبقى فيه ايجار ولا لا، بس انا بشوف ناس بتأجر، يعني اكيد بيبقى فيه ايجار. فدوت تطلعوا على الجهاز، تسألوا على المكان اللي انتوا عايزينه، على السنتر بتاع الحي اللي انتوا عايزين تأجروا فيه، عشان ناس سألوني فانا ما اعرفش. نيجي بقى لحي الاندلس. شفتوا التغيير؟ تغيير جذري جدا. شايفين ما شاء الله السيرفيس اشتغل. الناس اللي سألوني اللي مواصلاته اشتغلت. انا عايزه اقول لكم لما انا رحت انا اتصدمت، يعني ما شاء الله، يعني ما دخلتهوش من اخر فيديو كنت انا مصوراه من 4-5 شهور او من 6 شهور. لما رحت لقيت الدنيا عادت حاجه تانية. الاسكان ده نظامه ايه؟ الناس اللي بتسأل بيقولوا لي احنا ممكن ناخد ارض في الاسكان. الاسكان ده شقق، بس شقق اسكان اجتماعي، الحكومه منزلاها، بتبقى تبع جهاز العاشر من رمضان. ناس كان نازل اعلان، ناس قدموا فيه وخدوا الشقق دي. طب اشتري ازاي؟ طب هل هيبقى فيه الايام الجايه في طرح جديد للعاشر من رمضان في اي اسكان في العاشر من رمضان؟ للاسف ما فيش اي طرح. حتى الطرح اللي كان نازل من شهرين 3 ده، يعني كان في العاشر من رمضان المفروض ينزل فيها، ما كانش فيه كراسات للعاشر من رمضان، ما نزلش فيه شقق في العاشر من رمضان. يعني نقول ايه دلوقتي؟ نقول ان العاشر ما فيهاش لا طرح شقق ولا طرح اراضي. عشان كده اسعارها رفعت. ونبيع والشراء بقى ازاي في الاسكان ده؟ انت بتقول لو عايزين تشتروا تعالوا اشتروا عندنا. ايوه، بيبقى صاحب واحد اشترى شقه عايز يبيعها، بس ده اخركم عشان ما حدش يضحك عليكم. خلي بالكم في ورق كتير بيبقى مضروب في الشقه دي، مش شقق الاسكان الاندلس بس، في الشقق عامه اكتر من الاراضي والبيوت. فخلي بالكم من الحته دي كويس قوي. عشان كده بقول اللي حابب يشتري او اللي حابب يبيع، عندنا مكتب بدل المكتب 2 موثوقين فيهم جدا جدا. انا ببيع واشتري تبعهم، هم يعتبروا اخواتي. الرقم فين يا ناس؟ الرقم في لمحه فوق، رقم التواصل في لمحه فوق. اكتبوا لي في الكومنتات ونرجع اكتبه لكم تاني، او في رقم معايا 01000 16 16 05 هكتبه لكم دلوقتي، هتشوفوه اتصلوا عليه. ماشي. بصوا ده الحي بقى، شايفين انا مشيت قد ايه؟ شايفين ورا هناك كده مباني لسه تتبني قد ايه؟ يعني بصراحة كمان تخطيطه حلو قوي قوي. زي ما بقول لكم، انا اكتر حي حبيته حي الاندلس بعد دار مصر. يعتبر هو ارقى اسكان نزل من الاسكان الاجتماعي العادي، اللي هو مش كومباوند ومقفول ونظام كده زي دار مصر. ده تاني حاجة في العاشر. اول اسكان نزل كان احلى طرح في العاشر واحلى اسكان نزل كان دار مصر. تاني حاجة ايه وراه؟ تاني حاجة وراه حي الاندلس. الاسعار عامله ايه؟ الاسعار من 5 شهور والله العظيم في الصيف كان معانا شقق في الاندلس دي بتكلموا ب180,000 جنيه، وكنا مستغلينها. 180,000 جنيه. عارفين دلوقتي الشقه عامله 280 و250,000. 250 دوت و220 ده و230 ده الدور الاخير.
يعني من 220 و200، يعني كان في من شهرين او من شهر حد طالب في دور اخير 200,000. دلوقتي طبعا اكيد السعر رفع، كل واحد بيبيع طبعا، كل واحد له قطعه، كل واحد سوري له شقه بيقول لك انا مطلوب، انا عايز ابيع بكذا. احنا بنقول لا، السعر في المكان ده بكذا، فبيبدأ يبيع زي ما الناس كلها بتبيع. طيب عايزه دور تاني وتالت واول 280، بيبدأ من 200، بيبدأ مثلا من 270، نقول من 270 280 260. كل دور بيختلف عن التاني. عشان لو سمحتوا بس ما حدش يتصل عليا ويقول لي عايز شقه ومعايا 200,000 جنيه، عايز شقه ومعايا 150,000 جنيه، عاوز شقه ومعايا 220 ممكن نشوف دور اخير، بس بيبقى مش كتير، مفيش ادوار كتير، يعني الاخير مش بيبقى معروض كتير، لكن بيبقى معروض اول كتير. في اول كتير لو حد محتاج دلوقتي معانا الدور الاول معانا، والدور التاني والدور التالت موجود، والرابع. دول اسعارهم كام؟ 280 270 وفي 260. ده اخر اسعار كانت معايا، اخر سعر كان معايا النهارده كان 280. نتكلم في 280، اغلى من كده مفيش، اغلى من كده في العاشر، عشان اللي يحب يبيع شقته ما يقولش احنا عايز انا بطلب كذا. ما هو نطلب، بس نطلب بما يرضي الله، او نطلب زي ما زي ما الاسكان، او زي ما الناس كلها بتبيع دلوقتي والسعر كله ماشي في المنطقه. وزي ما قلت لكم، انا ليه بشكر في اسكان حي الاندلس؟ انا عندي الحي ال15 والحي 16. بصوا بقى بيبقى النظام ايه. حي الاندلس عاملين المساحات الواسعه كبيره، الباركن ما بين العماره والعماره كبير، مخضرين اماكن كتير للولاد يلعبوا فيها. يعني يعني مثلا 3 4 عمارات حوالين بعض كده، بيبقى تبصوا تلاقوا المكان بتاعها اللي في الوسط ده بيبقوا مخضرينه وعاملين فيه جنينه، عاملين ورا البيت جنينه. المساحات واسعه، يعني مش اللي مش كلهم في وش بعض كده كاشفين بعض زي ال 15 وال 15 وال 13 وال 11 وال 16. عشان كده دايما اقول اسكان الاندلس حلو قوي قوي، حلو قوي للناس اللي تقدر تتعايش فيه، الناس اللي تقدر انها عادي عندها انها تقدر تعيش ويبقى معايا في العمارة 30 40 واحد عادي، ما فيش عندي مشكلة. في ناس ما تعرفش تعيش كده، في ناس تقولك لا انا ما اقدرش اعيش ويبقى معايا 30 40 فرد، مش هيبقوا عارفين عني حاجه، بس لما اجي افتح بابي هلاقي جاري في وشي مش هسلم عليه، منزل على السلم هلاقي جاري التاني في وشي، المنزل تحت الاقي مثلا جيراني قاعدين قدام البيت. انتوا فاهمين قصدي؟ في ناس تقدر تعيش فيها وفي ناس ما تقدرش. يعني ده الاسكان للناس اللي ما تقدرش مثلا تاخد قطعه ارض وتبني. زي ما قلت لكم عشان ما حدش يضحك عليكم، ما فيش اي طرح في العاشر دلوقتي، ما فيش اي طرح في العاشر دلوقتي. حد يقول لك تعالى اشتري هات فلوس ده في طرح جاي، الطرح بيبقى تبع الاسكان الاجتماعي اللي تبع الاسكان بنك الاسكان، وما بيبقى نازل طرح بتبصوا تلاقوا التلفزيون بيتكلم عليه والنت كله بيقول عليه. ما فيش طرح خالص خالص في العاشر دلوقتي، لا اراضي ولا اسكان اجتماعي خالص. ماشي. الناس قالت لي المساحه هنا كام؟ المساحه 90 متر. التشطيب هنا عامل ايه؟ انا دخلت اسمعوا في فيديو قديم في شقه، ناس طلبوا مني ان انا اصور لهم شقه، ان شاء الله منزل هصور لكم فيديو واصور لكم الشقه من جوه، عشان الناس سالوني على مساحه المطبخ قد ايه. بتاخر عليكم في الفيديوهات ليه؟ ناس بيقولوا لي احنا عايزين، يعني ناس طالبه مني ان انا اصور لهم احياء معينه، هصور لكم فيها، بس استحملوني شويه. انا كمان كان معايا عربيه وبحتها بقالي شويه، فما كنتش بعرف اتحرك من غير عربيه، فبضطر استنى حماده لما بيجي او يكون فاضي ينزلني اصور فيديو، فاعذروني شويه ان انا بتاخر عليكم. على ما اجيب عربيه بعد كده ان شاء الله هتلاقوا كل يوم فيديو على القناه ده. دعموني بس واشتركوا في قناتي يا حلوين عشان نجمل مع بعض بقى، عشان اعرف اجيب عربيه بسرعه علشان دلوقتي مش عارفه اشتري اي حاجه في الاسعار العاليه دي، فادعوا لي كده ان ربنا يسهل الامور واعرف اجيب عربيه قريب، علشان ابدا انزل انا اصور وابدا انا انزل تاني زي الاول واتحرك براحتي، لان العاشر ما بعرفش اتحرك فيها من غير عربيه. طيب شايفين اللي على ايدي الشمال الازرق دوت السنتر بتاع خدمات الحي، بيبقى فيه بقى البقاله وفي الصيدليه وبيبقى فيه الخضار وبيبقى فيه اللحمه وبيبقى فيه السمك وبيبقى فيه بتاع الفراخ وبيبقى فيه المكتبه وبيبقى فيه مقله لب، بيبقى فيه معصره، يعني فاهمين قصدي؟ هو بيبقى طرح من الاسكان او الجهاز، واللي بيبقى عايز يروح يشوف الطرح ده نظامه ايه، او يروح الجهاز ويسال، عشان ناس سالوني، بيروح يسال ويعرف النظام ايه وياخد هناك. لا بيبقى ايجار لا بيبقى تمليك. اشتغل المدارس اشتغلت الاسكان. شايفين الحي تحفه، الحي تحفه ليه بقى؟ اللي محل الحي ده عن اي حي تاني المساحات اللي هم سايبينها، العمارات بصوا مش جارحه بعض قوي، انتوا فاهمين قصدي؟ الشقق مش جارحه بعض قوي،
يعني سايبين مساحات كبيره، مخضرين مساحات كتير. سوق اشتغل، وكل يعني كل الخدمات بتاعه الحي شغاله، كهرباء وميه وغاز شغالين. التليفون بتهيألي لسه ما اشتغلش فيه، بس بتهيألي يعني لو عايزين تقدموا تليفون هيتقدموا من فيه، طالما اسكان بتقدم فيه تليفون من الصبح عادي وبتدخليه، ما فيش اي مشكله. شايفين احلى حاجه انا حباها في الاسكان ده ان هو مش جارحين بعضهم قوي بصراحه، تصميم رائع، مساحات حلوه قوي خضراء بين العماره والعماره، او بين يعني كل بيبقى بيبنوا كده شويه عمارات جنب بعضهم كده، وبيبقى الباركن بتاعها واسع تقدري تلفي فيه، وبيبقى فيه مساحات كبيره جدا العربيات تركن فيه. حلو قوي 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 زي ما قلت لكم. الشقه سالوني التشطيب بتاعها، في ناس مشطبه، في ناس استلمت تشطيب الجهاز حلو قوي. المطبخ قد ايه؟ المطبخ حلو مش صغير، انا دخلت الشقه مش صغير، فيها بلكونه و3 اوض ومطبخ وحمام، وفي بلكونه مع المطبخ صغنونه كده ماشي، وبلكونه خارجيه. حلوه قوي الشقه، حلوه قوي، 90 متر مش وحشين، الشقه مش وحشه. انتظروا ان شاء الله فيديو جديد هصور لكم شقه من جوه. الشقه جوه مش وحشه، والمطبخ مش وحش، والمساحه حلوه مش وحشه. طيب التشطيب عامل ايه؟ التشطيب بتاع الجهاز حلو، هو بس تحسه هو بص يعني الحاجه اللي بجد اللي فيه ان هي بس هتعوز منكم شويه تعديل، ان هو الزيت تحس ان هو بطانه ولون، انتوا فاهمين قصدي، اللي هو بطانه ولون، بس حلو وماشي وجميل. بس في ناس بقى بتاخد الشقه دي وتعملها جبسون بورد وتمسكها تظبطها كانها قصر، في ناس عاملاها جوه قصر، في عرسان، في واحد بياخدها يتجوز فيها، بتبقى مثلا مقدم عليها وبياخدها يتجوز فيها، بتبقى بتاعته، بيعملها جوه كانك في فيلا. انتوا فاهمين قصدي؟ انتوا بقى بتستلموا، لكن تسليم الجهاز حلو. ده خدمات اشتغل فيها الوحدة الصحية، المدارس، الحضانات، كله اشتغل فيه. الحي ده عاد بيخدم نفسه من 6 شهور، كان لسه بادئ. دلوقتي اقول لكم كل حاجة بتخدم نفسها في الحي ده، تحفة بجد. حق السيرفيس اشتغل، وكل المواصلات اشتغلت فيه. السيرفيس اشتغل فيه عشان ناس كتير سألوني مواصلاته اشتغلت، او مواصلاته دلوقتي شغالة بجد، عاد تحفة تحفة تحفة. السوق كل يوم، مش انت تضطروا ان انت تنزلوا الكير هاوس، او تنزلوا سوق 16 يوم الخميس او الجمعة، او الكير هاوس الخميس او الجمعة، او سوق ابن بيتك، او اي سوق تاني. لا انتوا تجيبوا حاجتكم من جوه الاندلس، يعني السوق كل يوم فيه. لا ما بقى هو بصراحة يعني ما فيه زي السوق بتاع الكير هاوس دوت، بيبقى فيه كل حاجة. سوق الكير هاوس دوت حاجة كده بنت لذينة، حاجة حلوة قوي قوي، اللي ما راحوش يروحوا يجربوا. السيرفيس بيوصلكم لحد هناك، وبتركبوا من هناك للاماكن بتاعتكم. فزي ما قلت لكم الحي حلو قوي قوي. كنت هقول على ايه تاني؟ ما تنسوش الاول يا حلوين تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس واللايك والشير. زي ما قلت لكم عايزين تشتروا شقه، ما حدش يكلمني اقل من 200 مثلا، 250 ممكن نشوف ندور على دور اخير، يعني اقل من كده ما حدش يتصل يقول انا عايز شقه بقى انت بمزاجك او بمزاجك، وتحط رجل على رجل وتدوري على الدور اللي انت عايزاه، تعالي ب 270 280 الف كده تقدري تاخدي الشقه اللي انت عايزاها او الدور اللي انت عايزاه. عشان بس الناس اللي بتتصل اللي مفكره الشقق سعرها اقل. عايزه اقول لكم ان كانت في الصيف زي ما قلت لكم كان في شقق ب 180 وب 170 وب 160 والله. الصيف اللي فات ما كنت انا بصور لكم فيه لسه من 7 شهور ولا من 6 شهور كانت الاسعار كده. دلوقتي رفعت جدا، رفعت بسبب كمان ان مواد البناء كلها رفعت. طيب بيبقى قصدها ايه؟ قصدها في قسط ثابت وقسط متغير. في قسط بيبقى 550 تبع المقدم، بيبقى دفع مقدم كبير، وفي قسط 1000 بيبقى اللي دفع المقدم بتاعه قليل. ايه ده؟ في قسط 1100. في انا كان في شقه بتتباع قسطها 1100، كان صاحبها طالب فيها باين 200,000 بس 210 كان الدور اخير، او 200,000 كان دور اخير. ده من كام شهر؟ من 2-3 شهور. اركز بس عشان مش هلخبط، اصل انا بنسى بسرعه. يعني عامه ده الاسعار بتاعت الاندلس، عشان نبقى متفقين، دي اسعار الاندلس. الاسكان اللي جنبي ال15 الشقه فيه ب 380,000، كان في حد عرض من اسبوعين شقه فيه ب 380,000 ولسه عليها اقساط. الشقه دي نظامها ناس سالوني، استنوا بس عشان مش هنسى. هو احنا كده دفعنا المقدم وما عادش اقساط، او احنا هنقسط لمين؟ انتوا بتقسطوا للبنك، انتوا بتقسطوا للي بيديكوا ورق البيت، اللي بيشتري شقه بياخد ورق الشقه، بيدفع المقدم لصاحب الشقه، وبعد كده انتوا بتتعاملوا بقى انتوا في الاقساط. انتوا فهمتوا قصدي؟ انتوا بقى بتكملوا الاقساط بقى، لا تبقى 16 سنه لا 17 سنه تبع، او 15 سنه او 14 سنه تبع، ما الشقه دي مستلمه في انهي مرحله، ودفعت قد ايه، وفاضل عليها اقساط قد ايه. ركزوا في الحته دي كويس قوي عشان ناس كتير بيسالوني
الاقساط بندفعها فين؟ انتوا بتاخدوا ورق الشقه وتشتروها وتدفعوا المقدم ده لصاحب الشقه. هو بقى طلب، هو دفع ان شاء الله يكون دفع 50,000، هو عايز في شقته 280,000، بتتفقوا بتدفع 280 لصاحب الشقه، وانت تاخد الشقه بقى وتبقى عدد بتعمل توكيل بيبقى بتاعك بالشقه، وبعد كده انتوا بتدفعوا الاقساط. دي كده الشقه. احنا قلنا مش هنتكلم غير عن الشقه بس. ده 16 انا مروحه كده على البيت. ده 16 بينه وبيني كام للحي ال 15 ده؟ والله ما بيكمل 4-5 دقايق بالعربيه، في ثواني. وال16 في وشكوا، ال16 في وش الاندلس على طول، يعني مش بعيد. ال 15 و16 قريبين قوي من الاندلس. طب اهو السيرفيس، بصوا السيرفيس شغال، في السيرفيس شغال في كل الاحياء دلوقتي، حتى ال 32 و 32 وال 34 وال 33 ال 32 33 31 انا كنت فيهم، وال 32 كده انا كنت فيهم من الاسبوع اللي فات. الباصات بتاعتهم اشتغلت كمان، الباصات بتاعتهم اشتغلت كمان. فزي ما قلت لكم انا بحب اسكان، يعني بفضله جدا جدا. احلى اسكان اللي هو الاندلس، لسه جديد، وكمان المساحات هناك واسعه، الشقق مش جارحه بعضها قوي، او فاهمين قصدي، العمارات مش في وش بعض كده يبقى الاوض وكل حاجه جارحه بعض قوي، لا بيبقى في مساحات بصراحه، فمظبطين الدنيا. طب بيني وبين الاردنيه كام؟ حوالي 8 دقايق بالعربيه، او 7 دقايق او 10 دقايق بالكتير. عايزه اقول حاجه كمان، الناس بيستصعبوا الموضوع. عايزه اقول حاجه مهمه، معاك عربيه، معاك موتوسيكل، معاك عربيه موتوسيكل، في ايه تاني؟ مواصلات، سيرفيس، هتوصل في اي مكان ماشي. قاعد في الحي 15، قاعد في الحي 16، قاعدين في الاندلس، قاعدين في ال 32، في ال 33، ال 33 بعيده، في ال 28 الحي 28، قاعدين في الأردنية، قاعدين في وسط البلد، قاعدين في صدناوي، في أي مكان لازم يكون معاكم عربية، أو يكون معاكم، أو بتركبوا مواصلات، أو تركبوا السيرفيس، أو تركبوا أي مواصلة، لأن العاشر واسعة زي ما انتوا شايفين. فهمت قصدي ازاي؟ فمش بيفرق بقى معايا المكان فين، مش يفرق معايا بقى المكان فين، طالما المواصلات والسيرفيس واشتغل في المنطقة دي خلاص تبقى الدنيا تمام كلها. ده أهم حاجة، إن السيرفيس يكون اشتغل. ناس كتير يعني عايزة أقول لكم ان من 6-7 شهور كان لسه السيرفيس ما دخلش جوه الاندلس، دلوقتي السيرفيس عاد شغال والدنيا فله بجد، عاد تحفه. حطوا لايك اللي ما حطيتوش لايك، بتسمعوا الفيديو بتكسلوا تحطوا اللايك، حطوا لايك واعملوا اشتراك في القناه. يلا بقى عشان نكبر مع بعض كده، مش هنكبر الا بدعمكم ليا ان شاء الله. دوت انا رايحه على 16، رايحه عندي على البيت بقى. زي ما قلت انا بفضله جدا، وزي ما قلت لكم فيه الحي 15 والحي 16، بس الشقق عدد قليله قوي فيه، اتباعت يعني فاهمين، اتباعت بقى بزياده، والناس كسبوا فيها بزياده مش عارفه. بس هو دلوقتي اللي معروض اكتر في الاندلس، ناس كتير بتبقى بتبيع وتروح تشتري ارض، ناس كتير بتبيع بتبقى مش لازماها، في ناس بتبقى مقدمه باسمها وباسم غيرها وباسم غيرها وباسم غيرها كاستثمار. انتوا فاهمين قصدي؟ صحاب الشقق دي بيبقوا لا ساكنين، لا هيأجروا، لا بيبيعوا. فعشان كده الاحياء والاسكان بيبقى عليه اقبال شديد، لانه بيسكن بسرعه. دوت في وش الاندلس، ده اللي هو اللي اسمه ايه، ده ابن بيتك اللي في وش حي الاندلس، ده ابن بيتك اللي في وش حي الاندلس. اتمنى اكون قدرت افيدكم وقدرت ارد على اسئلتكم. لو في اي حاجه اسالوني في الكومنتات هرد عليكم. عايزين تسالوا على حاجه، تستفسروا على اي حاجه، اسالوني في الكومنتات. زي ما قلت لكم ناس طلبت مني ان انا اصور لهم احياء معينه وكاتبين لي اساميهم، انا مش ناسياكم، هصور لكم في كل الاحياء اللي انتوا طلبتوها، هصور لكم فيها باسعارها بالاراضي بتاعتها والمباني وكل حاجه. بس اعذروني عشان انا مش معايا عربيه دلوقتي، فما بعرفش اصور قوي، اعذروني ان انا بتاخر عليكم بالفيديوهات، بس ان شاء الله قريب ان شاء الله انزل فيديو كل يوم. بس عايزين دعمكم ان شاء الله واشتراككم في القناه، وعايزه كومنت حلو كده يا حلوين، واللي ما اشتركش يشترك في قناتنا الكبيره، عشان مش هنكبر الا بدعمكم، ومش هنكبر الا مع بعض باذن الله. في اراضي حلوه قوي اللي حابب يشتري، اسعار حلوه. عايزه اقول لكم ان الاسعار كل يوم بترفع، اذا كانت ارض او بيت او شقه. اللي معايا وعايز يشتري ما يستناش، نصيحه مني ليكم، اللي معايا وعايز يشتري ما يستناش، لان الناس اللي كده عايز تشتري وقالوا لها هنستنى شويه بس عما نجمع الفلوس، عما جمعوا الفلوس فلوسهم ما عادش بتعمل حاجه. انتوا فاهمين قصدي؟ ف كده خلصنا الفيديو بتاعنا الجميل عن النهارده الاسكان بس بتاع حي الاندلس. ان شاء الله الفيديوهات الجديده كل فيديو بمكان جديد بمعلومات جديده، واكون قدرت افيدكم. حطوا لايك، اشتركوا في القناه، ويلا كده مع بعض ان شاء الله استنوني في فيديو جديد بمعلومات جديده ان شاء الله.